حاقد على الإدارة عشان قدموا شكوى عليه عشان أخطأ عليهم، وأتحداه ينكر الكلام هذا. هذا شلون أتكلم؟ شلون أنا أتناقش معك نصراوي؟ وصلنا لمرحلة أني ما أبي النصر يحقق بطولة عشان الإدارة هذه موجودة. وأنا إلى هذه اللحظة أنا قاعد أقولها، إلى هذه اللحظة إدارة النصر إلى هذه اللحظة وفق المعلومة اللي عندي، متأكد المعلومة هذه 90%، بس ما أبغى أقول كل المعلومات اللي عندي إلا 100% عشان لا تحسب علي. 90% الإدارة النصراوية حققت متطلبات غارسيا كلها، وبإذن الله بأخذ العلم الأكيد اليوم. طيب هذا قرارات المدرب اللي كلنا طلبنا فيه. البعض من شوي يرد علي تغريدات ويقول لي طيب أنت ضد توقيت إقالة الإدارة أو استقالتها، ليش ما أنت ضد توقيت شيل المدرب؟ ومن قال؟ أنا قلتها، أنا ضد شيلة المدرب، وأنا مع الاستقرار، وأكثر من تغزل في غارسيا أنا. وإلى بكرة أنا أقول رغم أن غارسيا لا أخطاء لكنه مدرب عظيم، لكن مشكلته كان العناد، يعني إنه زاد العيار مع اللعيبة، زاد حيل، خسر علاقته مع اللعيبة، خسر علاقته مع عناصره. ولما يصير الموضوع هذا في فريق مشكلة كبيرة، ولما يصير أن القرار إما أنك تضحي بالفريق ولا بالمدرب، شكوى الله ما لك إلا المدرب حتى لو أنه على صواب. لكن في المقابل كان لازم يسترجلون اللعيبة، كان لازم يسترجلون، وهذا المطلوب في المباريات القادمة وخاصة مباريات الكاس. أجي أتكلم عن الأخطاء التحكيمية اللي صارت البارح. لا خلنا من الأخطاء التحكيمية، خلنا نجلد الإدارة. طيب جلد الإدارة هذا اللي على كلامك ما كان ممكن يصير لولا الأخطاء التحكيمية اللي قاعدة تصير. أنا جايبها لك بالملي مو بكلامي، كلامي دائرة التحكيم. النصر ما استفاد ولا نقطة من أخطاء تحكيمية، بينما منافسينا كلهم استفادوا من الأخطاء التحكيمية. إيه صح، احنا مقتنعين إن الأخطاء التحكيمية موجودة، لكن نبي الإدارة تمشي. طيب أنت ليش وصلت إلى هالمرحلة ذي؟ ليش؟ مش بسبب النتائج؟ هذه النتائج شلون جت؟ كيف؟ أنا لازلت أقول ضربة الجزاء الأولى بنسبة 99% إنها مي بلنتي. حتى ضربة الجزاء الثانية أنا شفت أحد المحللين أمس يتكلم عليها، شفت اليوم وكلام ما فيه من المنطق، إنه يقول أصلا ما هي ضربة جزاء. وحتى هدف النصر اللي حسب أوفسايد، شفت كلام أخوي أحمد الأمير، ولا أجزم فيه 100%، لأني صراحة ما أفهم في قانون كيف أخذ الخط، ماني فاهم فيه ولا أقدر أجزم فيه 100%. لكن اللي متأكد منه أن البلنتي الأول مو بلنتي. أوكي سيء، أنا سيء. الشوط الأول أنا أقول لولا الله ثم إبداع نواف العقيدي كان ممكن تكون أكثر من 2، بس عطني حقي. مو بمعنى أني أكون سيء أني أخسر بأخطاء. يعني أوكي ترى الهلال استلم زمام الأمور، لكن ترى ما سجل إلا من ضربات جزاء الأولى مي بصحيحة، والثانية مشكوك في أمرها، وغير كذا سجلت هدف مشكوك في قضية أخذ الخطوط. لا تتكلم في أخطاء التحكيم، تكلم في الإدارة، نبي الإدارة تطلع. كلام مو بصحيح، أنا ماني مقتنع بالكلام هذا، ماني مقتنع فيه أبد. تقول ما تقول راحتك، هذا رأيي. زي ما أنت تطلب الناس يحترمون رأيك، لازم تحترم رأي الناس. ما أنت مقتنع فيه براحتك، ما تبي تسمعه سوي بلوك وانتهى الموضوع. ما أنا لا أجبرتك على كلامي وأنت ما تجبرني على كلامك.
ليش بعض النصراويين مو فاهمين ان اللي قاعد يصير هذا من زياده مشاكل لمصلحه الانديه الاخرى؟ هم يبونك تصير كذا، يبونك تعيش دائما في توتر. اسال نفسك سؤال، اترك سالفه الهلال عنده بطولات انا ما عندي بطولات. طيب شو اسوي؟ يعني عشان الهلال عنده بطولات يصير هو الرابع مؤهل انه يحقق الدوري والكاس وانا الثاني عشان ما حققت بطولات من 3 سنوات يصير الهلال هو اللي يحقق بطولات الحين، هو اللي عنده ادفانتج احسن مني؟ مو بمنطق. يعني شو اسوي؟ ارجع آلة الزمن ورا علشان مباراة الاتحاد اللي خسرتها 3-0 ما اخسرها، عشان مباراة كاس اسيا نص النهائي اللي خسرتها باخطاء تحكيمية ما اخسرها، عشان مباراة كاس الملك اللي خسرتها باخطاء تحكيمية ارجعها علشان ما اخسرها. ابى اواصل العمل، لكني اجي اقول لا، خليني اشعل النار اكثر واشعل النار عشان ما يصير عندي استقرار. وهذا اللي يبينه هذا اللي يبيه المنافسين. هم قاعدين يعيشونك كذا لانهم يدرون انك انت افضل منافس لهم، انت افضل منافس لهم وفي نفس الوقت اشرس منافس لهم. افضل منافس لهم لان الثقافه اللي عندك كلها اشعال النار من الداخل، ما في ما فيه استقرار. اذا بتقيسها على الموسم هذا اتحداك تجيب لي فريق احسن من النصر في التعاقدات، اتحداك. كل تعاقدات النصر هي الافضل. الله كتب ان اسبينا يصاب، شو اسوي؟ اقول لربي ليش تخلي اسبينا يصاب؟ ورغم ذلك الله اراد ان ينصر نواف العقيدي وجاء حارس اجنبي وصار العقيدي هو الحارس اللي كان البعض يقول ما نبيه. ترى هذا الحارس المحلي كنت ترفضه، هذا هو نواف. وعلى فكره انا شخصيا لو ترك الامر في يدي اقسم بالله اني لا ادور اعاره لاسبينا الموسم الجاي، واني اخلي نواف العقيدي حارس، وان اخلي اللاعب الاجنبي داخل الملعب. اقسم بالله لو في يدي اني استفيد من اسبينا حارس افضل، لكن وجود نواف العقيدي بهالمستوى هذا حتى وانا مستواي طايح جالس يشيلني الحارس. اوكي مو بتوب، لكن استفيد من اللاعب الاجنبي داخل الملعب يا اخي، استفيد منه بدل ما يكون حارس يكون جوا في المراكز الثانيه. هذا وجهه نظري، يمكن غلطان. عشان كذا انا بقول حاجه حبيت تاخذها خذها. بيضحكون عليك الهلاليين، هذا كلام المريس اللي يوجهكم وما ادري وش، وانت لا 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 هذا مو بكلام انا، لا لا انا ضد الاداره عشان المريس اللي قال. يضحكون عليك، يضحكون عليك ويجونك في المساحات ويلعبون عليك ولا يردون عليك وانت تطير في العجه. شفت، خذها ولا خلها. قضيه الحرب اللي مشتعل ترى الان، انا ما راح اقول او افصل اكثر من هذا التفصيل، لربما يكون في شيء نهايه الموسم واتمنى اني ما افصل فيه. اي واحد فطن يعرف ان الدعوه الان، ولا خلني ساكت، خلني ساكت علشان ما اشعلها واتسبب في شيء انا ما ودي انه يصير. عموما انا بقول حاجه مهمه جدا. انت الان عندك مباراه الاسبوع الجاي، مباراه مهمه. اذا تبي، اذا اول شيء حدد موقفك، لازم تحدد موقفك. انت تبي النصر يخسر حتى مع هذه الاداره، ولا يهمك النصر لو يرأس النادي من؟ حدد موقفك، حدد. اذا حددت موقفك، اذا قلت لا والله ابي النصر يخسر مع